بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة إحسان عبد القدوس. هذا أديب رائع رغم تحفظي على بعض أعماله. ولد في عام ثورة 19 الشعبية الخالدة. أنا دائما أهتم بجزئية دلالات السنوات. هو طبعا ابن السيدة فاطمة اليوسف التي هي أسست دار روزا اليوسف. هذه سيدة ب100 رجل ومقاتلة شرسة واصطدمت مع أعدائها وخصومها. ووالده كان ممثلا فنانا درس القانون واتجه إلى عالم الصحافة. عمل في الأهرام وفي أخبار اليوم واهتم بإثارة قضايا مثل الأسلحة الفاسدة وتعرض للسجن. سجن مرتين في عهد جمال عبد الناصر وابنه سجن في عهد السادات. له أعمال روائية رائعة. يملك أسلوبا أخاذا. لا تطفئ الشمس، في بيتنا رجل، ولن أعيش في جلباب أبي، وغيرها من الأعمال. وله مجموعة قصص قصيرة. ليس جسدك. هذا كتاب لا أنساه لأنني قرأته بعد أن استعرته من أحد الضباط عندما كنت في إنشاص، وقرأت هذه المجموعة القصصية وأعجبت بها. هو كاتب متحرر، وهناك بعض الأعمال لا تعجبني فيها. وعبر عن المرأة بقدرة لم تعبر عنها المرأة الأديبة. وعندما تحاورت مع سورة القلماوي تلميذ طه حسين قلت لها: هل تؤمنين بالأدب النسائي؟ قالت لي: يا ابني مفيش حاجة اسمها أدب نسائي وأدب رجالي، الأدب واحد. وكلامها صحيح، لأن إحسان عبد عبر عن المرأة بشكل كبير للغاية. ونزار قباني عبر عنها شعرا، هذا في الرواية وهذا في الشعر. بالفعل هذا رجل رائع. أنا لم يعجبني أبدا 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 أبي فوق الشجرة. حتى كفيلم أنا أعتبره سقطة العندليب، لأن فيه أشياء مقززة. وكان الأكثر بعبد الحليم رحمة الله عليه الذي العام القادم سمر 50 عاما على رحيله. لم يعجبني هذا الفيلم. وهو طبعا كاتب متحرر، وكانت تعجبني مقالاته عن في الموقف السياسي. له تحليلات متميزة. له أعمال أنا لم أقتنع بها. النساء لهن أسنان بيضاء. أنا صراحة عندما قرأت هذا الكتاب قلت: هل هذا كتاب حقيقي يضع في على غلافه إحسان عبد القدوس اسمه؟ ووالدتي رحمة الله عليها شاهدت أحد الأفلام أو قرأت رواية له. الفتاة تذهب إلى الرجل في بيته، فوالدتي غضبت من هذا الكلام وأرسلت له خطابا هاجمته وقالت لي هذا الكلام. هو كاتب متحرر وعبر عن إبداع الطبقة الوسطى، له طبعا النظارة السوداء وغير ذلك من الأعمال. لن أعيش في جلباب أبي هذه عمل تم وضع مسلسل مثل فيه نور الشريف. هذا ممثل رائع وأكثر الممثلين ثقافة وله تصوراته ورؤيته. والممثل عندما يكون قارئا يستطيع تجسيد الشخصية بشكل تتشكك هل هذا تمثيل أم لا. اللحظة التي يقرر فيها المشاهد أنه بين الحقيقة والخيال، هذه لحظة خطيرة. فنور الشريف رحمة الله عليه كان يملك هذه الموهبة. إحسان عبد القدوس في عام 1990 رحل عن دنيانا تاركا أعمالا عديدة. وبالفعل أنا استمتعت بقراءة أعماله. ومن الطريف أن أبنائي قالوا لي: يا بابا تعالى معنا بورسعيد واترك الكتب كي نجلس على
شاطئ البحر بورسعيد. بورسعيد مدينة رائعة أنا أعشقها، موقع جغرافي عبقري، وأهلها تجار شطار كما نقول ورائعين. فأنا على البحر على القناة اتضح لي أنني أمسك في يدي لا تطفئ الشمس. فأدركت في هذه اللحظة أننا فعلا لا نستطيع الخروج خارج الشرنقة التي أوجدناها لأنفسنا، لكن من المهم أن تتعدد الشرنقات وأن تقرأ خارج سجن التخصص. وأنا أعجبتني جدا لا تطفئ الشمس وأعمال أخرى عديدة. طبعا في مؤلفاتي تجد المرأة واضحة بحكم تأثير والدته الصحفية الجريئة، وتشعر أن الأنثى يعبر عنها أكثر، وأن الرجل في أعماله غالبا ما هو شخص مأزوم أو مهزوم. لكن سعر القدس رائع، ومقالاته السياسية كنت أحرص على قراءتها في أخبار اليوم بشكل كبير للغاية. كما قلت 1990 رحيل هذا الأديب الرائع. شكرا جزيلا.